الإنسان لما بيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يوصل لحاجة معينة وما بيوصلهاش بيزعل وبيبكي. بيزعل على السهر اللي سهره والتعب، وعلى الأوقات اللي ضاعت حرم نفسه من كل شيء ملوش غير أمنية واحدة، هو إنه يحقق الشيء ده أو يوصله. بيزعل من ربنا سبحانه وتعالى وبيعاتبه عشان الليالي السرة وهي الناس نايمة، وهو بيترجى في الله سبحانه وتعالى إنه يديه بس الحاجة دي. بيزعل عشان هو كان عارف ومتأكد إنه الله سبحانه وتعالى عارف إن هو مش عاوز أكتر من الشيء ده. بس أنا عايز أقولك على حاجة، ومش من باب المواساة. أنا عن نفسي خسرت حاجات كتير في حياتي كنت بتمناها. سهرت ياما ليالي وتعبت ياما عشان أوصل لحاجات والأحلام والأهداف وما وصلت لهاش، وزعلت من جوايا زيك بالظبط ويمكن أكتر، وعاتبت ربنا قوي، ويمكن أخطأت في حاجات كتير، ويمكن تجرأت على الله في الكلام. ولكن مع الوقت اكتشفت إن كل الحاجات اللي أنا كنت بتمناها ما كانتش مناسبة ليا، وكانت فوق طاقتي وفوق حملي، وإن كل الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها له ما كنتش راضي بيها هي مناسبة ومناسبة جدا ليا، هي على مقاسي بالظبط، وأنا في الوقت ده سعيد بيها جدا. ولو رجع بيا الزمان وخيروني إن أخد الحاجة اللي كنت بتمناها زمان أو الشيء اللي أنا فيه، هاخد الشيء اللي أنا فيه حتى للمرة المليون. فأقسم بالله ربنا سبحانه وتعالى بيديك اللي يناسبك، بيديك يا صاحبي اللي على مقاسك، بيديك يا أختي الحاجة اللي تنفع ليكي، الحاجة اللي تقدري تجتازيها بسرعة وتنجحي فيها من غير ما تتعثري ومن غير ما تتوقفي. ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما أتاه. فما تحاوليش تتعلقي بشيء هو فوق طاقتك وفوق وسع نفسك فتهلكي وتهلكي نفسك وتقفي وتوقفي نموك وسيرك. ارضي باللي كتبه لك ربنا، أو ارضى باللي كتبه لك ربنا، واعرف إن الخيرة فيما اختارها الله، وإن رب الخير لا يأتي إلا بالخير.